الوصفة بقى اللذيذة اللي أنا باعملها كل أسبوع باحبها جدًا، ممكن تنفع في الفطار، ممكن غدا، وكمان ممكن عشا. لو أنا مستعجلة ومش فاضية أعمل عندي الغدا، ممكن بنعملها في الغدا. تحفة بجد وخطيرة، غنية بالبروتين والحديد والمعادن كتيرة جدًا موجودة في الخضروات. يالّا نشوف الفيديو مع بعض، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. أنا هايدي مكرم، أخصائية تغذية علاجية، وباقدم لكم الأكل بطريقة صحية. أول حاجة هنا عندي بصلاية، ممكن بصلاية كبيرة أو بصل صغنن، أنا كنت مقطعاه هنا. حطيت كمان معلقة صغيرة من السمنة، ولازم السمنة تكون بلدي أو زيت زيتون، أي حاجة طبيعية المهم، أو زبدة، أو زبدة برضو طبيعية. ممكن نستخدم أي نوع من التلاتة. بعد كده بضيف عندي كبد وقوانص، يعني أنا شوحتها دقيقة واحدة بس، وبعدين ضفت كبد وقوانص فرختين، يعني تقريبا كبدتين وقنصتين. طبعا انتوا حسب ما انتوا تحبوا ممكن تحطوا الكمية اللي انتوا حابينها. حابين تحطوا مثلا تلت كيلو، ربع كيلو من الكبد والقوانص، هي ممكن تقولوا ان هي ربع كيلو. بعد ما بشوحها وبتأكد ان الكبد والقوانص استوت، بنزل عندي بالبيض واحدة واحدة. نزلت بأربع بيضات، وطبعا كل بيضة في طبق كده عشان اتأكد من سلامة البيض. ما نحطش البيض مرة واحدة، وممكن تطلع بيضة مش مظبوطة، او تطلع بيضة فيها مشكلة، او تكون فاسدة يعني. بعد كده برش رشة من الملح والفلفل. بعد كده اجهز عندي شوية من البقدونس والبصل الاخضر، طبعا دي اضافة تحفة جدا وبتعلي القيمة الغذائية بالمعادن الموجودة في الخضار. وطبعا لو حابين تحطوا فلفل الوان، فلفل احمر، اخضر، جميل جدا برضو، تبقى طعمها تحفة بجد وخطيرة ومشبعة في الدايت. عايزة اقول لكم ان انا يعني ما بستغناش عنها دايما في الدايت، لان ممكن تاكليها كده حتى من غير لا عيش ولا اي حاجة، ممكن تستغني عن العيش وتاكليها. ممكن نضيف بقى اضافة مهمة او مش مهمة اوي، يعني الجبنة الرومي، يعني ممكن نحطها او ما نحطهاش زي ما تحبوا. ممكن نحط شوية جبنة موتزاريلا، ما كانش عندي الحقيقة جبنة موتزاريلا فحطيت اي جبن عندي، ممكن جبنة شيدر، جبنة رومي. ضفت كمان ترانشات من الطماطم، بتديلها قيمة غذائية حلوة وتديها برضو طعم حلو جدا. وبعد كده بقى اهم حاجة في التسوية ان انا بهدي النار خالص، اخلي النار هادية جدا جدا، وبغطيها. التغطية دي مهمة علشان تسوي البيض، لان انا مش عايزة اقلب البيض وابوظه، يعني اخليه كل بيض كده اسمه بيض عيون، واتأكد ان البيض عندي هنا استوى والصفار بتاعه زي ما انتوا شايفين اتماسك كده، وعندي هنا استوت وطلع تحفة. بقى ممكن نقسمها على 3 افراد او فردين زي ما تحبوا. طعمها تحفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك.